السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بإذن الله نشرح مع بعض مادة البنوك. تمام. الجزء ده ممكن يكون موجود الشرح بتاعه عند بنين. لأن الاختلاف بس بيبقى موجود في الأوراق التجارية، لا الأوراق المالية والودايع. غير كده هتلاقوا كله متشابه. تمام. طيب دي كده محاضرات بنات مش من الكتاب. طيب أول حاجة عندي تعريف البنك. يمكن تعريف البنك بإنه إيه؟ بإن هو منشأة اقتصادية تقوم بوظائف معينة، أهمها إن هي بتجمع المدخرات وبتقدم إيه؟ الائتمانات. البنك أنا بستفيد منه إيه؟ بيجمع لي فلوسي، بحوش فلوسي، وكمان بيعمل لي إيه؟ وبيقدم لي الائتمان. طيب البنك إيه هو؟ هو تاجر ديون أو منشأة بتتاجر في النقود، يبقى هو بيتاجر بالديون او ان هو ايه؟ او بيتاجر في النقود. طب كمان بيعمل قواسيط بين رؤوس الاموال اللي بتسعى للبحث عن مجالات الاستثمار، وبين مجالات الاستثمار اللي هي تسعى للحصول على رؤوس الاموال. يبقى انا عندي البنك عبارة عن ايه؟ ان هو يا اما بيدخر لي، يا اما بيديني ائتمانات، وهو تاجر ديون او بيبيع لي في فلوس. طيب تمام. انا عندي اقسام البنوك. عندي بنك اقسام فنية، تمام، وعندي اقسام ايه؟ إدارية. طيب تمام. أنا عندي الأقسام الفنية دي، الأقسام الفنية في منها اللي بيتصل مباشرا بالعملاء، تمام، وزي قسم الخزينة وقسم الحسابات الجارية وقسم المقاصة وقسم الودايع وقسم الأوراق التجارية وقسم أوراق مالية وقسم خطابات. كل دي اسمها ايه؟ أقسام فنية. تمام. ده كده كله بنك تجاري. طب الأقسام الإدارية زي ايه؟ هي اللي بتنفذ العمليات داخل البنك، زي مثلا دون أن تتصل اتصالا مباشرا. مهمة جدا جدا دي، اللي هي دون أن تتصل باتصالا مباشر. طيب تمام. أمثلة الأقسام: عندي قسم الحسابات العامة، قسم المراجعة الداخلية، عندي قسم المعلومات والإحصاءات، وقسم التفتيش، وقسم الفروع، وقسم البحوث، وقسم القضايا. يبقى أنا كده عندي نوعين: عندي أقسام فنية، عندي أقسام إدارية. ده كده إيه؟ أقسام البنوك. تمام تمام. طيب تاني فصل عندنا، احنا كده بيعتبر خلصنا الفصل الاولاني. تاني فصل عندنا هو قسم الخزينة. طب ايه هي الخزينة؟ العمليات اللي بيقوم بها قسم الخزينة هي عمليات بتكون مستقلة، تمام، ومش ليها علاقة بعمليات تنشأ نتيجة العمليات اللي بتقوم بها مختلف الأقسام الفنية، زي مثلا قسم الحسابات الجارية، قسم الودايع، قسم المقاصة، قسم الأوراق التجارية، وهكذا. طيب تمام. بينقسم قسم الخزينة إداريا إلى نوعين: عندي خزائن عامة وعندي خزائن فرعية. طب ايه هي الخزائن العامة؟ الخزائن العامة دي الإشراف بيقوم عليها رئيس قسم الخزينة بمعاونة بعض المساعدين. يبقى أنا عندي الإشراف عليها بيكون رئيس قسم الخزينة وبمعاونة بعض المساعدين. طيب بيكون مسؤول عن إيه بقى؟ الاحتفاظ بالأموال النقدية للبنك، بيسلم العهد للصيانة، تمام، لا سوري، تسليم العهد للصرافة بتاعة خزائن الصادرة في بداية كل يوم. يعني أنا دلوقتي عندي مسؤول الخزينة، تمام، بياخد ايه؟ بيحتفظ بالأموال النقدية اللي بتجيله من البنك. بيسلم العهد للصرافة. الصرافة مثلا جايين ياخدوا منه خزائن معينة، كل يوم الصبح بيسلم ليهم العهد بتاعته. طيب بيسلم برضو العهد اللي هي موجودة في الصرافة بتاعة الخزائن، سواء واردة أو صرف في نهاية اليوم. يبقى في أول اليوم بيعمل ايه؟ اللي هي بتاعة الخزائن الصادرة، لكن في نهاية اليوم الخزائن بتاعة الواردة والصادرة. طيب بيسلم النقود إلى المندوبين بتاعة الفروع بتاعة البنوك، تمام، ومندوبين البنوك الأخرى. في عندي مندوبين بيجوا ياخدوا مني فلوس فأنا بسلمهم. استلام النقود من مندوبي فروع البنوك الأخرى. تمام. طيب ده كده الخزينة العامة. يبقى احنا قلنا ان اللي بيبقى مسؤول عنها ايه؟ رئيس قسم ايه؟ الخزينة. طيب بمعاونة بعض المساعدين بيحتفظ بالأموال، بيسلم العهد. في بداية اليوم بتكون خزائن الصادرة، وفي نهاية اليوم الواردة والصادرة. بيسلم برضو النقود لمندوبين بنوك، مندوبين الفرع بتاع البنك بتاعه او بنوك اخرى. طيب انا عندي كمان خزينة فرعية. ايه الخزينة الفرعية دي بقى؟ قال لي ان الخزينة الفرعية هنا، تمام، بتلحق هذه الخزائن بالاقسام الفنية. ممكن القسم الواحد يكون ليه اكتر من خزينة فرعية، والعكس، ان الخزينة الواحدة ليها اكتر من ايه؟ من قسم. وكل ده بيتوقف على ايه؟ على طبيعة وحجم العمل بالاقسام. طيب تمام. طيب عمليات قسم الخزينة بقى ايه؟ عندي نوعين: عندي عمليات ايداع وعندي عمليات سحب. طيب اول حاجه هندرسها هي عمليات الايداع. طب ايه هي عمليات الايداع؟ انا دلوقتي واحد معايا فلوس، هروح اودع فلوسي في البنك. طيب يا اما هحطها في الحساب الجاري، يا اما هيكون عندي حساب توفير، يا اما هفتح حساب واحط فيه وديعه، يا اما اسدد اوراق تجاريه. ليا كذا حاجه بتتحسب تحت عمليات ايه؟ بند عمليات الايداع. طيب القيود بتاعتها تبقى ايه؟ القيد عندي بيبقى من حساب الخزينه الى مذكورين. لو انا عندي حسابات جاريه بقول حسابات جاريه، لو عندي حسابات ودايع بقول ودايع اجله، لو عندي اوراق تجاريه بقول اوراق تجاريه، لو انا جاي بشتري عملات اجنبيه بقول عملات اجنبيه. يبقى من حساب الخزينه لحساب ايه؟
الحاجة اللي أنا بعملها. تمام. طب تمام. طيب عمليات السحب بقى، أنا هسحب مبلغ من البنك، يا إما بقى بشيكات مسحوبة، تمام، يا إما مثلا هاخد أذون صرف وأحررهم من الأقسام الفنية وتبقى التزام عليا، يا إما بعض عمليات خاصة كقيمة العملات الأجنبية مثلا، وهكذا. طب القيد بتاعي هيبقى إيه؟ مادام أنا هسحب يعني الخزينة هتقل عندي، هقول يا إما حساب الجارية، يا إما الودايع، يا إما أوراق تجارية، يا إما العملات حسب اللي أنا هستخدمه، او مصروف اجور او مصروف كهرباء الى حساب الخزينه. اشوف انا اخدت الفلوس سحبتها في ايه وهكتبها في المدين، والخانه الدائنه هتبقى الخزينه لان هي اللي قلت، وهيسمى بالايه؟ المسحوبات النقديه خلال اليوم. طيب تمام، احنا كده جبنا القيود بتاعت عمليات الايداع وعمليات السحب. طيب انا دلوقتي لو انا عندي عجز او زياده في الرصيد النقديه، انا دلوقتي لو عندي عجز او زياده في الرصيد النقديه هنبلغ رئيس قسم الخزينه يشوف هيعمل ايه. تمام. وهيبدا يعيد عمليات المراجعه المطابقه لمحاوله اكتشاف إيه اسباب وجود العجز ايه او الزياده، هيبدا يعالجها. طب انا لو انا عندي عجز ولقى البنك، عندي حالتين، يا اما هيكون عندي ناتج عن ظروف غير طبيعيه، تمام، او هيكون ناتج عندي بظروف طبيعيه. طب لو غير ظروف طبيعيه، طيب هيحصل ايه؟ هيتحملها الصراف اللي هو مسؤول عن العهد الماليه اللي موجوده معاه، هو اللي هيتحملها. هياخدوها من ايه؟ هيعتبروها كسلفه على الصراف، فيقول من حساب سلف العجز الى حساب الخزينه، يبقى هو هيحمل الصرافين بقيمه العجز النقدي. طيب لو البنك شاف بقى ان العجز ده ناتج عن ظروف طبيعيه، هنقول من حساب العجز النقدي لحساب الخزينة. يبقى أنا عندي الخزينة طرف دائن على طول، الحساب المدين هو اللي هيختلف لو هي غير طبيعية ولا طبيعية. طيب معالجة الزيادة، هنقول من حساب الخزينة إلى حساب الزيادة النقدية للخزينة لو أنا أثبت إن في إيه؟ زيادة عندي. طيب في نهاية العام بيتم تحميل قائمة الدخل بكل من الحساب النقدي للخزينة وحساب الزيادة النقدية للخزينة. طيب العجز ده هيتحمل باك على انه مصروفات، طيب والزيادة هيتحمل على انه ايرادات. طيب فقال لي ايه بقى؟ اما لو انا عندي سلف عجز، يعني انا دلوقتي عندي عجز وطلع غير ظروف غير طبيعية، هحمله السلف واخدها من الصراف. لو انا عندي سلف عجز نقدي هيظهر ضمن ايه؟ الاصول المتداولة في ميزانية البنك. يبقى انا عندي لو هو عجز طبيعي هيتحمل فين؟ في كأنه مصروفات. طب لو زيادة نقدية طبيعية هتبقى ايرادات. طب لو انا عندي عجز بس غير طبيعي هيتحمل في الاصول المتداوله في ميزانيه البنك. ادي مثال، ونكون خلصنا اصلا الفصل التاني اللي هو قسم الخزينه. قال لي ايه؟ تم تمويل الخزينه العامه بمبلغ 300,000 جنيه، والرصيد الواجب الاحتفاظ به لموجب عمليه النقديه 250,000. بلغت الإيداعات النقدية بموجب إشعارات إضافية وبالحسابات الجارية والودائع لأجل 60,000. طيب وقال لي عندي 40,000 للتوالي، يبقى الأول 60 وبعد كده 40. بلغت المسحوبات 30,000، وصندوق التوفير كان 20,000 على التوالي. وفي نهاية اليوم عند الجرد الخزينة اتضح إن المبلغ الموجود بالخزينة 299,850. المطلوب قيود اليومية اللازمة بفرض، وطبعا مع معالجة العجز، وبفرض إن ناتج الظروف خارجة عن إرادة صرافين النقد. يعني كده إيه؟ يعني أنا عندي كده إيه؟ ظروف طبيعية خارجة عن إرادة الصرافين. طيب تمام، انا فتحت لكم المسألة هنا في صفحة ايه وهنا الإجابة. قال لي أول حاجة إن أنا عندي تمويل الخزينة بمبلغ 300,000 جنيه، يبقى هنقول ايه؟ من حساب الخزينة إلى حساب البنك المركزي، ونكتب بين قوسين البيان تمويل. طيب تمام. قال لي والرصيد الواجب الاحتفاظ به لمواجهة عمليات البنوك المختلفة 250. هنطرح 300 من 250 هيبقى عندي 50,000 دول زيادة، فهيبدأ يرجعها، يبقى من البنك المركزي للخزينة هيبعت كام؟ 50,000. تمام. هنا النقطة دي هنزود هنا ايه؟ 0. تمام. طيب تمام. جه قال لي بلغت الإيداعات النقدية بموجب إشعار إضافية الحسابات الجارية والودائع 60,000 والودائع 40,000. يبقى أنا عندي الإيداعات يعني الخزينة هتزيد، هتنقول من حساب الخزينة إلى مذكورين الودائع، تمام، إلى مذكورين أهو، إلى مذكورين الحسابات الجارية 600 والودائع 400. جه قال لي بلغت المسحوبات النقدية بموجب إشعارات خصم عندي حسابات جارية 30,000 جنيه وصندوق توفير 20. مسحوبات يعني الخزينة هتقل، يبقى هنقول من مذكورين الحسابات الجارية وصندوق التوفير إلى حساب الخزينة، وناخد إيه ونحط الأرقام. قال لي إذا كان في نهاية العام جردت الخزينة اتضح إن المبلغ عندي 299,850، يعني ناقص 150 وتبقى 300، يبقى أنا عندي هنا عجز كام؟ 150. هقول
العجز ده هو قال لي ايه؟ ان هو عجز طبيعي. اقول من حساب عجز الخزينه الى حساب الخزينه، اثبات عجز الخزينه. طيب تمام، في نهايه العام بقى احنا قايلين هنقفل العجز ده في حساب ارباح وخسائر اللي هو عجز الخزينه من حساب ارباح وخسائر الى حساب عجز الخزينه. طيب تمام، اجي اسوي بقى رصيد الخزينه. هقول رصيد الخزينه 250 والايداعات عندي كانت 100,000، هجمعهم هتبقى 350. هطرح منها المسحوبات، انا سحبت 50,000 وانا كان عندي بعد ما سحبت منها 50,000 يبقى عندي هتبقى 300. طب الرصيد الفعلي كان قال لي 299، هطرحها من الرصيد الدفتري هيديني 150. هو بيقول لي اذا انا جبت العكس. تمام كده، انا ايه؟ خلصت الفصل التاني وهو قسم الخزينة. يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو في اي حاجة صعبة ابعتوها وان شاء الله بإذن الله ننجز في الشرح.